خلينا نتفق على حاجه واحده، ان كريستوفر نولان من المخرجين اللي زي ما بيبقى عايزك تتسلى عايز مخك طول الفيلم شغال، وعايزك تخرج من الفيلم وانت عندك شغف انك تتكلم عليه، انك تناقش حاجات ما فهمتهاش فيه. فيلم كريستوفر نولان الجديد اوبنهايمر. لو ما كنتش شفت الفيلم فالحلقه دي فيها حرق. بيبدأ الفيلم بمشهد افتتاحي. لجنة التحقيق قاعدة وأول كلمة بيقولوها We are not judge، إحنا مش قضاة. وكأن المخرج عايز يقول لنا إن الفيلم ده مش محاكمة لأوبنهايمر على قد ما هو عرض وسرد للتاريخ. الفيلم بيبدأ بمحاكمتين. المحاكمة الأولى هي محاكمة أوبنهايمر، ودي كانت بتتم بشكل مغلق بناء على توصيات من لوش ستراوس علشان يقدروا يلفقوا تهم لأوبنهايمر براحتهم. المحاكمة الثانية هي محاكمة لوش ستراوس نفسه أو روبرت داوني جونيور، ودي كانت بتتم بشكل علني، كل الناس شايفاها وعارفة ايه اللي بيحصل فيها. كل واحد فيهم بيحكي الحكاية بس من وجهة نظره هو. وعشان كده في الفيلم هنا هتلاقي اكتر من مشهد اتكرر مرتين، مرة بالالوان لما حكاها اوبنهايمر، ومرة تانية بالابيض واسود لما حكاها لوش ستراوس. المشهد الاولاني هو مشهد المائدة المستديرة، لما لوش ستراوس راح للعلماء واللي اتكلموا فيه عن مدى الخراب اللي هيحصل للمدن لما هتترمي القنبلة. في حكاية روبرت داوني جونيور عن المائدة المستديرة كنا دايما شايفين بوكيه ورد في النص، والبوكيه ده عمره ما اتحرك، كان دايما حاجب الرؤية او حاجب جزء من الرؤية من كل واحد كان بيتكلم. ولما الحكاية اتحكت عن طريق اوبنهايمر لقينا المشهد بيبتدي بواحد بيمسك بوكيه الورد ده وبيحركه بعيد عن الترابيزة، وبالتالي بقت الرؤية واضحة من الجميع وكل واحد بقى شايف التاني وسامع هو بيحكي ايه. والمشهد التاني هو مشهد ألبرت اينشتاين لما اتقابل مع اوبنهايمر. لما لوش ستراوس حكى احنا شفنا بورنيطة بتقع واوبنهايمر بيوطي يجيبها وبيديها لاينشتاين، وفي الوقت ده لوش ستراوس كان متخيل ان اوبنهايمر بيقلب اينشتاين عليه وان هو بيسوق العلاقه اللي ما بينه وما بين لوش ستراوس. لكن في الاخر لما اوبنهايمر حكى الحكايه شفنا ان الحوار اللي كان ما بينه وما بين اينشتاين كله له علاقه بالنسبيه وعن اكتشاف القنبله، وما كانش لوش ستراوس له اي علاقه بالموضوع. والمخرج هنا عايز يقول لنا للمره المليون ان حكايه اوبنهايمر اصدق او اوضح، او على الاقل هو كمخرج مصدقها اكتر من حكايات لوش ستراوس اللي كانت كلها اكاذيب. عشان كده المخرج استخدم الالوان في عرض حكايه اوبنهايمر، لانه الالوان بتوضح كل حاجه، كل الالوان بتبقى واضحه في الصوره. في حكايات روبرت داوني جونيور المخرج استخدم الابيض واسود علشان يخلي الموضوع رمادي، ما يبقاش باين فين الحقيقه وفين الكذب. وكأن المخرج عايز يقول ان روبرت داوني جونيور كان بيحكي انصاف حقائق ومجموعه كبيره جدا من الاكاذيب كانت كلها بتستخدم علشان مصلحته هو الشخصيه وبس. الفيلم كمان كان فيه مشاهد كتير جدا مؤثرة. في مشهد المخرج قعد فيه اوبنهايمر عريان قدام لجنة التحقيق. المشهد ده لما اوبنهايمر كان بيحكي عن علاقاته الغرامية مع جين عشيقته، المخرج قعده عريان قدام لجنة التحقيق وكأن ما بقاش عنده اي حاجة خلاص يخبيها، وكل حاجة كانت في حياته حتى السري منها اتفضح واتكشف قدام الجميع. في الجلسة دي كيتي مراته كانت قاعدة وسمعت تفاصيل العلاقة الغرامية دي، والمخرج هنا ورانا علاقة غرامية كاملة بتتم ما بين اوبنهايمر وما بين جين عشيقته في مكتب التحقيقات، وكأن كيتي مراته كانت شايفة بالظبط ايه اللي بيحصل ما بينه وما بين عشيقته في الأوض المغلقة، لدرجة ان جين او فلورنس بيوغ كانت بتبص لكيتي في عينيها وهي بتمارس الجنس مع جوزها في علاقة جنسية كاملة. ورغم ان دي حاجة ممكن تكسر اي ست لما تعرف تفاصيل علاقة غرامية ما بين جوزها وما بين واحدة تانية، الا ان كيتي فضلت متماسكة لحد اخر لحظة. كل اللي حصل بس ان شنطتها وقعت منها، ولما وقفت قالت لجوزها حاجة واحدة بس: لازم تخرجنا من الموضوع ده. الفيلم كمان ركز على علاقة الصداقة ما بينه وبين العالم روب اللي احنا شايفينه في الصورة، وقدم المخرج مشهدين قمة في الإنسانية. في مشهد التعارف بينهم وبين بعض في القطر وهم راجعين من أمستردام، روب بيقدم لأوبنهايمر أكل وبيقول له كل، أنت بقيت رفيع قوي وشكلك عيان. وفي المشاهد الأخيرة لما بتحصل التحقيقات وبيطلب شهادته بيقدم له اكل وهما في الاستراحه ما بين التحقيقات وبيقول له برضه كل، وكأن صديقه ده هو اللي بيساعده للبقاء على قيد الحياه عن طريق الاكل اللي هو بيديهوله. وفي مشهد تاني انساني جدا ما بينه وبين صديقه روب ده برضه لما بيطلب منه الانضمام للمشروع بتاعهم اللي هما بيعملوه، اوبنهايمر كان لابس اللبس العسكري، وساعتها روب بيكلمه هو الدموع في عينيه وبيقول له تيك اوف ذا ريديكولوس يونيفورم يور ساينتست، وبعدها على طول اوبنهايمر بيقلع اللبس العسكري وبيرجع للبس المدني تاني. وده بيورينا قد كده قوه تاثير روبرت او صديقه عليه. في مشهد مقابله الرئيس الامريكي لاوبنهايمر بعد ما رموا القنبله على هيروشيما وناجازاكي، الرئيس الامريكي بيطلع من جيبه منديل ابيض وبيقول له فوق يا اخينا، انا اللي امرت برمي القنبله مش انت، وانت محدش هيفتكر اسمك ولا حد هيجيب سيرتك في التاريخ،
وهنا بنشوف الفرق ما بين لغة الجسد في أول المقابلة وبين لغة الجسد في آخر المقابلة، وإزاي الرئيس الأمريكي بقى قاعد في المشهد مالي الكرسي وكأنه وحش كبير مسيطر على الكون. نيجي للتمثيل في الفيلم. كيليان ميرفي عامل شخصية اوبنهايمر شخصية مليئة بالتقلبات، إنسان جبان بيخاف يشيل مسؤولية أفعاله، وفي نفس الوقت هو وزير نساء له علاقات خارج الزواج. كيليان ميرفي قدر يوصل لك كل الانفعالات دي لدرجة إن في أوقات كتير كنت بتحس إن هو ده اوبنهايمر فعلا، مش ممثل بيعمل الدور وبس. إيميلي بلانت لو مش هتاخد أوسكار على دورها في الفيلم، تاخد أوسكار بس على مشهد المحاكمة. بصوا مشاهدها في التحقيق، من الضعف للانتصار للقوة للسخرية للانتصار، بكل أريحية أقدر أقول إن ده دور العمر لإيميلي بلانت. كمان روبرت داوني جونيور يا جماعة، الراجل ده له كام مشهد في الفيلم، بالذات مشاهد الانكسار لما اوبنهايمر عمل منه أضحوكة في اجتماع هيئة الطاقة الذرية، ومشاهده مع المساعد بتاعه لما بيحكي له بكل مرارة إزاي بدأ حياته كبائع أحذية وشكله هينهي حياته كمان كبائع أحذية. الافلام اللي زي اوبنهايمر الحوار فيها بيبقى مهم جدا، وعشان كده كتاب السيناريو بيهتموا ان الجمل تكون كاتشي او تخطف ودنك، واللاينز اللي موجوده فيها تكون لاينز تعلم معاك. والحقيقه انه في الفيلم ده كتاب السيناريو ابدعوا بجمل كتير زي كده، زي I'm become the death the destroyer of the world، او اصبحت الموت الذي يدمر العوالم. الجمله دي اتقالت مرتين، مره لما عشيقته فتحت كتاب وقالت له الكتاب ده مكتوب بانه لغه، خد اقرا لي الجمله دي بالظبط. والمرة التانية لما جربوا القنبلة الذرية وشاف تأثيرها المدمر على العالم، وساعتها برضو المخرج استخدم نفس الجملة You can't lift the stone without being ready for the snake that's revealed، أو ما تقدرش تزيح الحجر من غير ما تكون مستعد للتعبان اللي تحت. والجملة دي قالها له الدكتور بتاعه اللي حاول يسممه بالتفاحة الخضراء. والمرة التانية اللي اتقالت فيها كان لما واحد من العلماء كان بيزور مشروع مانهاتن وكان بيحذر اوبنهايمر من مخاطر القنبله الذريه، رد عليه اوبنهايمر بنفس الجمله، وزي You an American Prometheus the man who gave them the power to destroy themselves، او زي الجمله اللي قالتها له مراته Don't got to commit the sin and then you feel sorry for the consequences. المخرج كمان ورانا في اكتر من مشهد ان معظم الشخصيات اللي موجوده ما كانش عندهم اي وزع اخلاقي. يعني جين او فلورنس بيوغ ما كانش عندها مشكله انه عشيقها يرتبط بواحده تانية ويتجوزها بشكل رسمي وتفضل علاقتهم برضه مستمره في السر. كيتي نفسها مراته ما كانش عندها مشكلة انها تتطلق من جوزها وتتجوز اوبنهايمر، وكان عندها مشكلة كبيرة مع ابنها الطفل الصغير لدرجة ان كل مشهد كان بيطلع فيه الولد معاها كان دايما بيعيط. كمان طليق كيتي ما كانش عنده مشكلة انه يطلق مراته عشان تتجوز واحد تاني غيره. اوبنهايمر نفسه ما كانش عنده مشكلة انه يسمم الدكتور بتاعه في الجامعة، ما كانش عنده مشكلة انه يفضل على علاقة بعشيقته حتى بعد الجواز. وبانت انانيته وحبه لنفسه بس لما قرر ان هو يقطع علاقته بعشيقته لما حس ان علاقتها بالحزب الشيوعي ممكن انها تضر مستقبله. وبصراحه لا المخرج ولا كتاب السيناريو حاولوا ان هم يدافعوا عن اوبنهايمر، بالعكس هم اظهروا كل جوانب الشخصيه سواء اذا كانت جوانب مضيئه او جوانب مظلمه. نتكلم شويه بقى عن المايسترو بتاع الفيلم او كريستوفر نولان. ماستر سين الفيلم هو مشهد تجربه القنبله. المخرج في تنفيذه للمشهد ده استخدم الفيزيكال رياكشن زي ما الكتاب بيقول. القانون بيقول ان الضوء اسرع من الصوت، علشان كده احنا دايما بنشوف البرق قبل ما نسمع الرعد. والمخرج ورانا في انفجار القنبله الضوء الكبير اللي هي سببته، في خلال الوقت ده هو قطع الصوت تماما عن الفيلم. بعد كده استخدم صوت الانفاس وبدات الموسيقى التصويريه تدخل بشكل تصاعدي عشان الضوء اسرع من الصوت. في الافلام اللي شبه اوبنهايمر اللي بيكون فيها شخصيات كتير واحداث كتير، المخرجين دايما بيستخدموا نجوم معروفين حتى لو في ادوار صغيره، والسبب في كده علشان هو عايز المشاهد يبقى دايما فاكر الشخصيه دي. وده بالظبط اللي حصل لما المخرج استخدم رامي مالك. احنا شفنا رامي مالك في مشاهد قصيره يمكن ما اتكلمش حتى فيها، وازاي ان هو كان بيعامله بطريقه قاسيه جدا. وفي المحاكمه النهائيه لما استدعوا رامي مالك للشهاده كان طبيعي ان احنا كمشاهدين نفهم ان رامي مالك هيشهد ضد اوبنهايمر، لكن اللي حصل هنا تويست خلف كل التوقعات. وبدل ما رامي مالك كان يشهد ضد اوبنهايمر، بالعكس هو شهد ضد لوس شتراوس وقال ان هو راجل كان عنده عداء مباشر مع العلماء. بس انا كده خلصت. لو عجبتك الحلقه لايك وشير، وانزل خد لك لفه في الفيديوهات. لو عجبتك انت عارف هتعمل ايه.